السلام عليكم. وليت سجبيرت. جيت نشارك معكم اليوم الفيديو تاعي. اليوم راح نغرس هذه النبته عطاتها لي جارتي ربي يحفظها. حطيتها في الماء حتى نجذرت، درت هذوك العروق، من بعد غرستها. للاسف هذه النبته غرستها واحد 3 خطرات ما صلحتليش. ان شاء الله الخطره هذه تصدق معايا وتجي بتكبر ونشاركها معكم ان شاء الله. هذه هي طريقتي في الغرس، هكا تجي. وبالمناسبة نشكر البنات اللي دخلوا عندي جدد، بارك الله فيكم. ان شاء الله نستنى دعمكم، مازال نستنى تعليقاتكم وتحطوا لي جام لكن عجبكم الفيديو. ودركا راح نروح ندير الغدا. احنا رانا مرضى في الدار، حيت عندنا واحد لاغريب قاويه. بصح الام الله غالب ما تقدرش تحكم الفراش. نوضت قلت ندير لولادي الاكله تاعهم المفضله الملوخيه، يعني ماهيش تاعنا، تاع حنا ما نعرفوهاش شاويه يعني. بصح لا درك انا هزيت لاغوسات من قناه انس، عفوا اسيل. دارتها بمقادير مضبوطه وتجي رائعه مضمونه جدا وتجي بنينه عسل يعطيها الصحه وشرحها يهبل. انا تعلمتها خاطر جيت لقيت ناس داري يشتيوها ودرتها، وهي مع العلم تتكل مع مطلوع الوصفه راهي عندي في قناتي كامل موضحه بمقادير مضبوطه. هنا درك هنا البنات راني نخدم غير بشوي بشوي، بس كاني مريضه بزاف، حتى انا عندي السخانه، عندي فاصلي يوجعوا. ها ولدي هنا شربت له دواه مسكين ما في حاله. وكملت المطلوع تاعي كملته، خليته 10 دقائق يتخمروا ووليت رجعت له. وهاني هنايا غسلت الماعن تاعي، ما سيقت ما والو، مسحت برك شوي الكوزينه. على بالكم الكوزينه لازم نعقبوا عليها نشافه. وخبزت الكسره تاعي، كنت نفرح بها الولاد شوي يحبوها، وزيد فيها فوائد عظيمه جدا. هاي بعد ما طابت لي هي لازم تطيش الزيت تاعها، تشوفيها طلعت الزيت من فوق تعرفي بلي ناجحه. هنا كي كملت الماء غسلتهم وزدت سقيت النبته تاعي، طليت عليها حتى هي جبتها هنا حدايا نتونس بها. طيبت الكسره تاعي، انا نطيب في الطاجين هذا تاع الطين التقليدي عطاتو لي ما ربي يحفظها لي، ويخرج الكسره حمراء. وهذه هي النتيجه تاعو. بعد ما كملت شويه لازم هو تحركي الكسره تاعك كل دقيقه شوي باش يطيب لك على فرد نيفو، يجي كامل في احمر. هاي الملوخيه تاعي كيفاه تجي، جات بنينه عسل. وتغدينا والحمد لله. هذا هو غدانا. وفي الاخير رحت فرجت مسلسلي ودرت تيزانتي وبربرت انا ولادي وسلام.